مساء الخير، اهلا بكم حلقه جديده من الفن مع حلاحل. وحشتونا جدا يا جماعه. قناه شمر القميص بقى عشان عندي كلام بس بيني وبينك. في الفتره ما بين 2015 ل 2017 حدث حوادث قتل هزت المجتمع المصري كله في منطقه الجيزه، وكان شهرتها وقتها سفاح الجيزه اللي بعد كده عرفنا ان اسمه قذافي فراج. والقضيه فضلت شغاله لحد 2021، وانا مش قادر احكي لك كتير في تفاصيل القضيه عشان ما احرقش ليك المسلسل وعظمه المسلسل وعظمه اللي بيحصل. لدرجه ان عمرو اديب كان في حلقه من الحلقات بتاعته بيقول ان المسلسل او مش المسلسل بقى، الشخص الحقيقي اللي هو قذافي فراج شخص في منتهى العبقريه وفي منتهى الذكاء وبلا رحمه وبدم بارد. قدر يعمل مجموعه من الجرايم دي قدر يعملها من غير عقاب، من غير ما حد يحس بيه. فالمسلسل هنا مبني على الاحداث دي اللي حدثت في الفتره دي. مسلسل سفاح الجيزه او بدم بارد، سفاح الجيزه، هو من تاليف محمد صلاح العزب. ومحمد صلاح العزب الحقيقه يعني راجل قدر يغير جلده تماما في المسلسل ده، لان الراجل ده معظم اعماله كوميديه، واشهر اعماله الكوميديا كانت مع محمد امام في مسلسلين هوجن والنمر. فبرافو، احنا بنحيي الشباب. وكان في ورشه كتابه معاه كمان، واخراج المخرج الجميل جدا هادي الباجوري، واحد من المخرجين المفضلين بالنسبه لي لانه اخرج افضل عمل رومانسي على الاقل اخر 10 سنين، فيلم هيبتا تاليف احمد مراد. فهادي عامل شغل جامد قوي في المسلسل ده. ومسلسل بطوله احمد فهمي بدور السفاح، وبدور الضابط باسم سمره، حنان يوسف، راكين سعد، صلاح عبد الله، ومجموعه كبيره جدا من الابطال. فانا هكلمك في القصه والايجابيات والسلبيات والحاجات اللي عجبتني في المسلسل في اول حلقتين، والحاجات اللي ما عجبتنيش. تقدر تقول هيبقى في نسبه حرق عشان هنحكي في الحلقتين دول بس. اولا القصه زي ما قلت لك مستوحاه من قصه حقيقيه عن قصه السفاح اللي هو عمل جرائم كتير في الفتره ما بين 2015 ل 2017 السنتين دول. عايز اتكلم اول حاجه على ايجابيات المسلسل، وهي من وجهه نظري رقم واحد المخرج هادي الباجوري. هادي الباجوري قدر يدخلك في السايكو دراما بمنتهى السلاسه وبمنتهى البساطه. المسلسل ده يا جماعه مع احترام الياسمين عز القمر بتاعتنا، المسلسل ده شتوي. المسلسل ده محتاج صوت شتوي يا اختي ياسمين. انا ما اعرفش المسلسل ده اتعرض ليه في الوقت ده. المسلسل ده كان اتعرض في اواخر ديسمبر وانت داخل على الكريسماس كده في اجواء الشتاء. المسلسل ده كان هيبقى جبار اكتر ما هو جبار بالحقيقه. يعني هادي اختار اماكن التصوير حقيقيه، ما بناش لوكيشن. اماكن التصوير انت بتشوفها المسلسل كلها حقيقيه. التيمه العامه والاتموسفير، اجواء المسلسل كلها بتدخلك في كآبه وفي مود، هو ده المود اللي هو عايزه. حاجه كده من ريحه هانيبال، من ريحه الجوكر، من ريحه دهايمر، اللي هي الحاجات اللي هي فيها سايكو دراما وفيها عنف وفيها دمويه وفيها اكتئاب وفيها اي حاجه تنكد عليك. بمناسبه الحفله اللي كانت موجوده امبارح بتاعت الدموع في السعوديه. فبصراحه يعني هادي وصل لي كل حاجه في المسلسل، غير طبعا الديكورات، غير الملابس اللي هي في الطبقه دي تقدر تقول متوسطه او اقل، والمصنع بتاع الملابس والبيوت والحارات والشوارع وكل حاجه. هادي وصلها لي 10 على 10. والتسلسل الدرامي او التايم لاين اللي احنا بنتكلم فيه، اللي هنتكلم عليه في الايجابيه اللي بعد كده، برده من ضمن الحاجات القويه جدا. فاول ايجابيه بالنسبه لي يعني باختصار هو هادي الباجوري، برافو 10 على 10. الايجابيه الثانيه الموسيقى التصويريه او الساوند تراك. وانا حاجه اتصدمت او استغربت الموسيقى التصويريه دي مثلا مش لنزيه او خارمه، لا، الموسيقى التصويريه دي لجابر الويلي او الويلي الادريوسر المشهور جدا بتاع الراب. ما اعرفش حاجه عن الراب، ما اسمعش راب، بس استغربت جدا ان هو عامل الموسيقى بالجمال ده. وبعدين في خلفيات موسيقيه انت بتسمعها اللي تقدر تقول انشاد او مديح او اغاني او مواويل زي التيمه بتاعت شفيقه. فدي حاجات جديده برضو علينا في الدراما المصريه، فبرافو. من ضمن الاجابات الحلوه قوي اللي عجبتني قوي الناس ما بتديهاش حقها الصوت يا جماعه، الساوند افكت، الصوت عموما في المسلسل. وانا بصيت على التتر لقيت اسمه المهندس اسمه احمد عثمان، تحيه ليك. الصوت عظيم، كل حاجه، صوت الممثلين، صوت المكن، صوت الخياطه، صوت البيبان اللي بتتفتح، صوت السكاكين اللي بتذبح، صوت كل حاجه في المسلسل واضحه جدا. ولو انت عندك صب او شاشه كبيره وبتتفرج على المسلسل فيها هتفهم معنى كلامي. الصوت من ضمن الايجابيات القويه جدا في المسلسل. نخش بقى على الحاجات الثقيله، على طاقم التمثيل. اولا احمد فهمي، انا ما اعرفش احمد فهمي كان بيصور المسلسل ده قبل الفيلم بتاع مستر اكس او بعده، لان احمد فهمي غير جلده تماما في المسلسل ده. احمد فهمي عامل عظمه بكل ما تعنيه الكلمه من معنى. احمد فهمي متقن الدور جدا
ووصله لي بتعبيرات وشه الواضحه قوي ان هو في الكئيب، وحتى هو عامل كفر للجرائم اللي هو بيعملها ان هو راجل متدين، والنغمه بتاعته كلها نغمه دينيه، وبيصلي وبيصل الرحم وبيود وكل الناس بتحبه. فاحمد فهمي بعيد عن الكوميديا خالص في الدور ده، عامل الدور ده حلو قوي، بس الحقيقه هو لسه ما وصلنيش احساس ان انا خاف كمتلقي بقى، ان انا خاف منه او يرعبني بما انه هو سفاح زي هانيبال وزي دهايمر مثلا. فليه يا جماعه احنا لما بنقول راينا مثلا الناس بتشتم؟ يعني انا قلت كده رايي على الفيس في النقطه دي بالتحديد، الناس قالت انت بتربط ما بين ان انت زملكاوي، واحمد فهمي طبعا اهلاوي مشهور جدا. يا جماعه انا ما اقصدش، بس هو ده رايي. احمد فهمي عامل دور عمره لا خلاف على ذلك، 10 على 10، في حاجه اكتر من كده؟ ولكن ما وصلنيش انا كحلاحل. يعني انا اسالك سؤال، لو مكان احمد فهمي هنا في دور جابر او يوسف، احنا لسه ما نعرفش اسمه ايه في المسلسل اللي هو السفاح، واحد زي باسل الخياط، كان المسلسل ده في حته ثانيه، ولا عشان باسل الخياط سوري والمسلسل ده بيحكي عن سفاح مصري؟ يا سيدي واحد زي محمد ممدوح، ولا عشان البنيه الجسديه لمحمد ممدوح مش لايقه على القذافي فراج؟ طب ما القذافي فراج ده اصلا احمد فهمي مش شبهه، اللي شبهه اصلا هتلاقي احمد سلطان، هو شكله كده عند اسماعيل ياسين، شكله كوميدي، مش شبهه اصلا يعني، فمش مشكله. محمد فراج، ما انا قلت لك الخيارات اللي عندي اهي. انا برضو احمد فهمي عاجبني جدا، بس انا قلت لك تخيل لو مكان احمد فهمي واحد زي آسر ياسين، محمد فراج، محمد ممدوح، باسل الخياط، كان اعتقد المسلسل ده راح في حته ثانيه. الايجابيه اللي بعد كده برضو راكين سعد اللي هي دورها زينه، عامله دور زينه. هو هنا لازم احيي الكتابه لمحمد صلاح العزب والمخرج، ان هو مشتتك من زينه دي، يعني انت مش فاهم مين زينه دي، وهي عامله دور كويس قوي راكين سعد. الايجابيه اللي بعد كده اللي هي مرتبطه بزينه، التسلسل الزمني يا جماعه. المسلسل فيه 3 ازمنه، تايم لاين، يعني في تايم لاين في يناير 2017 وتايم لاين 2018 في يناير برضو، وفي الوقت الحاضر 3 اوقات بيحكي فيهم المسلسل. وهنا هادي الباجوري انا اعتقد انه قاصد يشتتك كمبرر او كبناء درامي، هو هيبينه لك في الحلقات اللي بعد كده. المسلسل بيتعرض كل يوم خميس الساعه 12 بالليل، حلقتين، مده الحلقه حوالي 40 دقيقه. فاول حلقتين اتعرضوا، هو بعد كده هيبين لك هو بيعمل كده ليه، لانه هو بيروح في اوقات وازمنه واماكن بيخليك تتشتت، وانا اعتقد بنسبه كبيره ان هو قاصد. يعني هو عامل لك اوبنهايمر، الناس اللي شافت الفيلم اوبنهايمر على الضيق كده، فدي حاجه حلوه قوي برضه في الدراما. مسلسل بالمناسبه بلس 18، مع ان هو مفيش فيه دمويه كتير، لسه احنا مش قتل كتير، بس هو اجواءه مش مناسبه لاقل من بلس 18، وطلع اسير نساء بالمناسبه. السفاح بتاعنا. الحاجات بقى اللي ما عجبتنيش، رقم 1، هو احنا ليه يا جماعه، ليه السلبيات؟ يعني ليه عندنا في الدراما المصريه عموما ليه الضابط دايما بيبقى عنده مشاكل في البيت؟ الحاجات هتلاقيها من التسعينات والثمانينات موجوده، هتلاقي حتى في المسلسل بتاع نسر سعيد كان محمد عنده مشاكل في البيت، هتلاقي في المسلسل بتاع عاطف خاطر كان بس خاطر عنده مشاكل في البيت، بس صبري عنده مشاكل في البيت مع ادم ابنه كارهه، ومراته مش قاعده معاه، ومشاكل يعني نفسيه معقده. هو الضابط ما ينفعش يعيش حياه عاديه يا جماعه؟ يعني الضابط المصري ما ينفعش يعيش حياه عاديه طبيعيه؟ ده راجل نورمال، يعني راجل طبيعي وبني ادم، ليه ما يكونش الحياه سعيده والفاميلي هابي والدنيا جميله؟ فدي الحاجه دي يعني مستفزاني شويه. الحاجه اللي ما عجبتنيش برضو في الحلقتين اللي اتعرضوا، انا كنت عايز مشاهد دمويه ومشاهد عنف اكتر من كده، لكن السرد القصصي جميل جدا. التايم لاين اللي حكيت لك عليه في ال3 ازمنه اللي هو يقدر يربطهم ببعض الفترات اللي جايه هيبان معاك، وهنا هتبان عظمه الاخراج، الديكور والملابس وكل حاجه تخص الشخصيات حلوه قوي. شخصيه صلاح عبد الله اللي هو مديها طابع كوميدي، وان هو برضه راجل صاحب مصنع شغال فيه كله بنات، بس راجل فلاتي، راجل نسوانجي يعني. برضه شخصيه حنان يوسف ام بطلنا السفاح في المسلسل برضه موجوده. والحاجات برضه اللي ما عجبتنيش، نرجع للسلبيات تاني، ليه دايما يعني انت عايز تبرر لي الجرايم كده اللي هو بيعملها؟ يعني انت كده الحته بتاعت ان امه بتعامله وحش، فانت بتبرر لي انه عايز يعملها. المشهد بتاع هو قتل عمته اللي هي ميمي جمال، قتلها بالمخده. المشهد ده انا كنت عايز من رياكشن وش احمد فهمي يوصل لي اكتر من كده الخوف. انا ما اعرفش الشخصيه الحقيقيه كانت كده ولا لا، انا ما حبيتش احرق على نفسي واعرف الشخصيه الحقيقيه ايه، ولكن هو احمد فهمي قال ان احنا قرينا المحاضر كتير في الشرطه واطلعنا على القضايا في المحاكم ورحنا للجيران سالناهم عن طبيعه الشخصيه وكل حاجه عشان نفهم ابعاد الشخصيه ايه عشان نقدر نعملها. وهنا زائد بالمناسبه مرات احمد فهمي قالت ان احمد تعب جدا في المسلسل والمسلسل هيبقى جامد جدا، وهو قال هيثير الجدل، واعتقد ان المسلسل ده هيثير الجدل زي ما قلت لك، وان المسلسل ده هينجح.
بس ليه انت عايز تعمل مبرر للجرايم؟ زي الفيلم بتاع عمهم مثلا، ما كانش فيه عقاب للجريمه خالص خالص. هنا في عقاب، بس ما تدينيش مبرر بقى ان انا اتعاطف. هو هادي الباجوري عايز يوصل لي ان انا اتعاطف شويه مع القاتل ايا كان، زير النساء اللعوب. فالمسلسل يا جماعه انا بنصح بيه بشده. عايز تتفرج على مسلسل كويس قوي، وكويس قوي ان هم عارضين المسلسل ده بعد سيب ونسيب. سيب ونسيب كان حاجه ثانيه كوميدي خالص، انصحك بيه تتفرج بيه، تتفرج عليه طبعا. عايز تخش سينما، عندك فيلم وش في وش جميل جدا ككوميديا، او فيلم العميل صفر الاكرم هنعمل مراجعه الفتره اللي جايه حلوه قوي قوي. فالمسلسل فيه ايجابيات كتير، ولكن هم الكام سلبيه دول اللي ما عجبتنيش، خصوصا السلبيه بتاعت احمد فهمي اللي على راسي وعلى دماغي، ما حدش يربط بيننا زملكاوي. والقصه دي زي ما قلت لك، انا بطرح سؤال: لو ده بس الخياط او محمد فراج او محمد ممدوح او آسر ياسين، كانت الدنيا راحت فين؟ واحمد فهمي عامل الدور بعظمه. الناس اللي بتحب التقييمات، انا مش قادر اكلمك المسلسل في اول حلقتين عشان ما اظلموش، لكن هو لو مشي على الريتم ده هيعدي 9 من 10. يعني شايف ازاي؟ هيعدي 9 من 10، عشان برضو الناس ما تاخدش كلامي ان انا بتعامل على البطل. انا ما بتعاملش عليه ولا حاجه، هو عامله كويس قوي. والتحيه للمهندس احمد عثمان اللي عامل الصوت كويس قوي، تحيه للويلي اللي عامل الساوند تراك كويس قوي، تحيه للاتموسفير والعتمه والسكون والهدوء والحاره واللوكيشن والتصوير. واضح قوي يا جماعه الحاجه اللي الحاجه المتعوب عليها. في افلام كتير شفناها زي مرعي البريمي، مش عايزين نتكلم عليه، فدي حاجه متعوب عليها. المسلسل ده متعوب عليه وباين المجهود قوي، وباين المنتج بقى، البرودكشن طلع في الاخر عامل ازاي. شفتك معنا لما بتهتموا بالحاجه، ادوا فرصه للشباب، لان محمد صلاح العزب اصلا مؤلف المسلسل شاب، ورشه الكتابه اللي معاه شباب، فادوا فرصه للشباب. الويلي ده شاب، هادي الباجوري حتى راجل مش كبير في السن ولا حاجه يعني. فالمسلسل قوي جدا، وطبعا انصح بيه بشده. وبعد الحلقات كلها ما تخلص هنعمل مراجعه كامله للثمان حلقات وتقييم نهائي ليهم. لكن انت لو بتحب التقييمات، ده يعدي 9 من 10 في الحلقتين اللي اتعرضوا دول، باستثناء شويه حاجات بسيطه. الراجل بتاع ده جمبري مزارع، الراجل ده مش فاكر اسمه ايه، برضه كان موجود في احداث المسلسل. فالمسلسل يا جماعه حلو قوي، بس كان نفسي يتعرض في الشتاء والله. كان هيبقى حاجه تانية خالص. وطبعا لازم تتفرجوا عليه. وخلي بالك هو بلس 18. لايك بقى عشان تساعد اخوك حلال بس. ولو انت بتحب حلال يعني وما عجبكش الفيديو، دوس ديسلايك عادي. احنا قناه ديمقراطيه، اشترك اشترك. تابعنا على التيك توك حساب مصر حلال حلو، وعلى الفيسبوك رفن مع حلال حلو. ومساء الخير.